السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ستشاهدون معنا مسلم عامي يفحم باحث في شأن الأديان، يشكك الناس في دين الإسلام. والله إفحام ما بعده إفحام. تابعوا معنا. Okay, so do you believe that Muhammad was the best example? فيقول: هل تعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان المثل الأعلى أو يستحق أن يكون المثل الأعلى؟ جاوبه الأخ المسلم قال له: نعم. Yes, sir. So what if I could prove to you that you're better than Muhammad? يقول الكافر: ماذا لو أثبتت لك بأنك أنت أفضل من محمد عليه الصلاة والسلام؟ That you morally, you're not? الأخ المسلم يقول: لا، لست أفضل منه أبدا. يسأله الكافر: أنت لست كذلك؟ يقول: نعم، أنا ماني أفضل من سيدنا محمد. دعونا نشاهد. Okay, so let me ask you this. Yes, sir. Would you ever sleep with a child? فيقول الكافر: هل ستجامع طفلة؟ هل ستجامع طفلة أو تنام مع طفلة؟ فدعونا نشاهد رد الأخ المسلم. هو يريد الكافر هذا أن يقول والله أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس بأخلاقي حينما تزوج أم المؤمنين عائشة رغم صغر السن. دعونا نرى ماذا فعل به المسلم. So what day and age am I in? This is excellent. يقول: طيب أنا كم عمري وفي أي زمن، يعني في أي يوم أنا تزوجت هذه الطفلة؟ أنا إيش كم عمري يعني حتى أنك تضرب بي هذا المثال؟ You're nowadays. يقول الكافر: أنت على ما أنت حاليا بالضبط، هذه الهيئة، هذا المنظر، هذا العمر، هذا الوقت. Today's Yeah. 2022. No, sir. يقول في 2022 لن أجامع طفلة صغيرة، يعني ما راح أسوي هالشيء. هذا كلام الأخ المسلم. دعونا نرى. All right, now let's say you were in the 7th century. Would you sleep with a child? Back in the day, Yeah. where it was normal, where everybody and their moms was doing it. Would you do it? Yes, sir. يقول: لو كنت في القرن السابع هل ستفعل ذلك؟ قال له الأخ المسلم: أيام ما كانت هذه الأفعال طبيعية والحياة ماشية بهذه الطريقة، نعم سأقوم بهذا، لأن ذيك الأيام الأمور طيبة، هذا الأمر عادي واعتيادي. أما في زماننا ليس باعتيادي. لو كنت أنا في ذيك الأيام راح أسويها. وأفحمه ولله الحمد، وما استطاع أن يعقب على كلامه. والله إفحام، جزاه الله خير، مع أنه من عامة الناس مسكين، ما هو طالب علم، ما ظهر لي أنه طالب علم من خلال كلامه يعني.